شركة 1 اكس اعلنت على اول هيومانويد او روبوت على شكل هيومن يساعدك في حاجات البيت، تنظيف مكوى، غسيل، يسقي الزرع، يعمل لك الحاجات اللي انت بتكره تعملها عشان ترجع البيت تلاقي كل حاجة في مكانها معمولة مظبوط، بس مع شوية مشاكل بسيطة. تشرب ايه؟ قهوة مظبوط. قهوة مظبوط؟ نيو واحدة قهوة مظبوط وواحد شاي سكر زيادة بسرعة لو سمحت. قهوة شاي. نيو لو الشاي طلع ناقص زي المرة اللي فاتت هفرمطك. حطها هنا. ده انتوا هتشوفوا ايام سودا. ايه نيو؟ ايه نيو؟ ايه نيو؟ نيو نيو لا. اعلنت شركة 1 اكس عن روبوت او هيومانويد اسمه نيو. نيو ده بقى موجود عشان يساعدك في حاجات البيت. الكلام ده كان خيال علمي، الكلام ده كنا بنشوفه في الافلام والحاجات الساي فاي. بقى موجود ان انت تعمل له بري اوردر من النهارده. ولكن الموضوع مش بالبساطه دي. خلينا نتكلم اكتر في الموضوع. واطفي لي يا ابني بقى النور ده عشان نترواش. خليني الاول اقول لك مواصفات نيو. نيو معمول شبه البني ادم جدا، بيمشي على رجلين 2 وايديه شبه ايدينا ب10 صوابع، كمان خفيف الحجم جدا، لسه هقول لك وزنه. معمول من ماده خفيفه اسمها 3D بوليمر شبكي كده، حاجه خفيفه كده عشان ما يبقاش مرعب بالنسبه لك او تحس ان هو حديد او ترمينيتور وهيجي يفنشك. فما تخافش، هو مش هيدوس عليك. كمان وزنه 30 كيلو فقط، يعني كانك شايل ابن اخوك اللي تخن شويه وانت قاعد بتاكله في البيت. بطاريته تقدر تقعد 4 ساعات، وبعد ما بتخلص بيروح عند الشاحن يحط لنفسه الشاحن. يعني انت مش محتاج تحطه في اي حته ولا توديه على الشاحن، هو هيروح منه. طوله 167 سم، يعني لو اتعرض لي هقتله لان انا 170 سم، فرق 3 سم. نيو في 4 مايكات عشان يتصنت، قصدي عشان يسمع كويس من كل النواحي. 4 مايكات. نيو كمان في حاجه مهمه جدا جدا، ان هو ما بيعملش دوشه خالص في البيت، تقريبا 22 ديسيبل، يعني اقل من دوشه التكييف اللي حواليك مثلا. يعني اطمن جدا لو جه يخطف ابنك وانت نايم ما تخافش، مش هتحس بيه ولا هيصحيك منه. كمان لانه يقدر يشيل 25 كيلو ولكن يقدر يرفع 70 كيلو من على الارض، يعني ممكن يشيلك كده يروح منظف من تحتيك وينزلك تاني، لكن مش هيقدر يتحرك بيك، هيتحرك بابنك عادي. نيو تقدر تعمل له بري اوردر من النهارده ب $20,000، ولو معكش مش مشكله تقدر تاجره ب $500 بس في الشهر. يلا يا عم سهل، بس الكلام ده هيوصل للناس اللي في امريكا فقط. المشكله فين؟ وهل يقدر يعمل فعلا كل ده ولا دي اشتغاله؟ نتكلم بجد بقى. انت النهارده دفعت ال$20,000 او $500 عشان تعمل بري اوردر لنيو. هيوصل لك امتى؟ هيوصل لك في 2026 لو انت ساكن جوه امريكا فقط. جميل جميل، لكن عشان يوصل لك لازم توافق على بعض الحاجات. قبل ما اقول لك الحاجات دي تعال احكي لك انترفيو سريع. الانترفيو ده كانت عملته واحده اسمها جوانا صحفيه امريكيه من وول ستريت جورنال. الصحفيه الجميله دي راحت تعمل انترفيو لحد من شركه نيو او اللي هي 1 اكس. 100% من الانترفيو من الحاجات اللي نيو عملها قدام الست دي كانت تيلي اوبريتد. يعني ايه تيلي اوبريتد؟ يعني حد بيتحكم في نيو من بعيد، لابس نظاره، بيشوف اللي نيو شايفه وبيتحكم فيه. هو بيعمل كل الحاجات اللي احنا قلناها، اللي هو بقى غسيل اطباق، ياخد كوبايه، يروح يعمل مش عارف ايه، كل حاجه كان الراجل بيتحكم فيه. ضيف على ده لما طلب من نيو ازازه ميه، نيو راح جابها في دقيقه وشويه على بعد 10 خطوات. احنا بنقول حد يساعدني في البيت مش حد يشيلني في البيت وانا ناقص. عشان كده يا صديقي انت لو هتعمل بري اوردر لازم تبقى عارف بعض الحاجات البسيطه اللي ممكن يعني تخليك تتردد في ان انت تطلب نيو. انت لما تعمل بري اوردر النهارده النيو هتوافق على بعض الحاجات. وهي ايه بقى الحاجات؟ حاجات بسيطه خالص. حضرتك استلمت نيو بيجي لك كانه شاب لسه يا عيني طالع من لفه، ني خالص، ما يعرفش اي حاجه، بريء ما يعرفش اي حاجه، ما يعرفش ازاي يخش المطبخ، ما يعرفش ازاي يعمل حاجه، ما يعرفش ازاي يطبق غسيل، ما يعرفش حاجه. فانت بتعلمه واحده واحده، وهو زيه زي شات جي بي تي، المفروض فيه ماشين ليرنينج، فهيتعلم كل حاجه انت هتعلمها له. ولكن هتفتح الابلكيشن، هتحدد ميعاد ابوينتمنت، حد هيخش لك من شركه 1 اكس على حسب بقى انت عايزه يخش لك كم مره. بتحدد بقى الابوينتمنتس دي مع الشركه، يعني مفيش مشكله خالص. هتلاقي حد من الشركه بقى متوصل بنيو، يعني قاعد معاك في البيت، وحضرتك وانت قاعد في الحمام تلاقي حد بيخبط عليك كده: مساء الخير يا فندم، انا احمد من شركه 1 اكس، وحمام حضرتك حقيقي تحفه تحفه تحفه، انا بس جاي النهارده عشان اساعد حضرتك في اعمال البيت. اقفل الباب بقى، ما تخافش، وشك هيبقى معمل له بلور فانا مش هشوف وشك. طب ما كنت جبت حد يساعدني في البيت، يعني اجيب حضرتك ليه تساعدني في هيئه روبوت؟ يعني انا استفدت ايه؟ ولكن بعد فتره بيتعلم. بس هل التعليم ده هيبقى كافي يخلي نيو فعلا
يعمل كل الحاجات دي لوحده. طب نيو هيعرف ازاي الفرق بين الكوبايه الازاز والكوبايه الخشب وفرق الضغط بينهم؟ هل نيو ممكن يكسر كوبايه ازاز خفيفه؟ خلي بالك هم جربوا نيو في موضوع ان هو يكسر مثلا عين جمل وما قدرش، لان هو مش معمول ان هو يعمل حاجات شريره، يعني مش هيأذيه. ولكن في فرق بريشر او في فرق ضغط بين ان انا امسك كوبايه خفيفه جدا ازاز وكوبايه امتن شويه او انشف شويه. هل هيقدر يكسرها؟ نيو بيقول ان هو ما بيشيلش حاجات سخنه دي بالنسبه لك كام يا نيو؟ هل هتقدر تجيب لي كوبايه شاي ولا هتدلقها عليا تسلخني، ولا هتجيب كوبايه مثلا درجه حراره الغرفه فقط، ولا هتعمل ايه؟ الشركه دلوقتي بتبيع سمك في ميه، ولكن لحد لما نيو يبقى حقيقي موجود في كل البيوت اللي في امريكا اللي طلبت او عملت بري اوردر ويتعلم كويس ويخلص ماشين ليرنينج، انا لسه شاكك في ان في حاجات هيعرف يعملها صح. شات جي بي تي النهارده برغم قوته هو وجيميناي وكل الاي اي مودلز اللي طالعه، في حاجات كتير بيغلطوا فيها بكل سهوله. انت دلوقتي بقى حاطط لي المخ ده جوه عضلات او جوه جسم بيعرف يتحرك. لو قلت له روح طبق الغسيل، هل هيعرف يفرق بين التيشيرت ده مثلا وهدوم مثلا واحده ست؟ هل هيعرف يفرق بين الهدوم الكتير بتاعت الستات باشكالها المختلفه المجعلصه اللي احنا كرجاله ما بنفهمش عنها حاجه ولا بنعرف نطبقها؟ طب هل هيعرف يطبق هدوم انا؟ هل هيعرف يفرق بين الشورت والبنطلون والتيشيرت؟ هل هيعرف يعمل كل ده؟ طب بلاش كل ده. نيو لما بتجيبه بيقول لك يستحسن تكون جايب نيو في شقه فيها مسارات فاضيه عشان البي يعرف يتحرك براحته. يعني في البدايه هيبقى عندك بيبي وزنه حوالي 30 كيلو، البيبي ده انت بتعلمه وبيليرن كل حاجه منك واحده واحده، ولكن الفرق البيبي بيحتفظ بكل حاجه لنفسه وبيتعلم منها. بس هل نيو بيحتفظ بكل حاجه لنفسه، ولا الماشين ليرنينج ده ممكن يتعلم بيه اكتر؟ وده يرجع للشركه، وده اللي الشركه 1 اكس عايز تعمله فعلا. كل ما الداتا عندها هتزيد او الداتا سيت اللي هي بتتعلم منها هتزيد، كل ما الروبوت هيبقى اذكى او الهيومانويد هيبقى اذكى في بيتك. وده احسن للكاستمرز المفروض اللي اشتروا، عشان نيو يعرف يساعدهم وهو محتاج يتعلم اكتر. هل انت لو معاك الفلوس ال20,000 نفترض او ال500 دولار هتوافق ان حد يخش بيتك على هيئه هيومانويد عشان يتفرج ويساعدك في اعمال البيت لحد لما يعرف نيو يعتمد على نفسه؟ هل هتسمح له ان هو يخش عليك فجأة المطبخ يقول لك اساعدك ويديك الصينية او انت تديله كوباية يدخلها؟ هل هتبقى حابب ان انت ترجع البيت تلاقي البيت متروق ونظيف؟ ما هو برضه في جانب ايجابي. ولا هتخاف في يوم من الايام نيو عينه تحمر ويتحول شرير؟ لو قلقان من العبط اللي احنا داخلين عليه فانت حقك تقلق، لان احنا في الطريق للعبط ده. لكن لو خايف فما تقلقش، لان احنا لسه ما وصلناش. 2026 لما نيو يبدأ يتوزع بجد هنشوف احنا رايحين فين، او هنشوف احنا رايحين في داهية بنسبة قد ايه. ولكن افتكروا كلامي ان نيو دلوقتي هو سمك في ميه. واخيرا يا صديقي وليس اخيرا، لو انت لسه ما شفتش فيديو ليه الموبايلات ممكن تبطأ بعد 3-4 سنين، فما تنساش تشوف الفيديو ده. ولو دي اول مرة ليك تمسك ايفون فهقول لك شوية اسرار في الفيديو ده، ما تنساش تشوف. واخيرا اللايك والشير والسبسكرايب واكيد كمان، واشوفكم في فيديو جديد.